اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا اماراتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا دي كلها. النهارده جايه بيوم جديد وروتين جديد. عايزاكي يا قمر ما تنسينيش باللايك، ولو انت اول مره تشوفيني تنوريني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. تعالوا مع بعض نعرف اسعار الحاجه وصلت لايه. واول حاجه كده جيركن الفيبا ال 4 كيلو بريحه الليمون جبته ب 60 جنيه، وجبنا جيركن برسيل جيل ديب كلين بريحه اللافندر ال 2 لتر ونص ب 95 جنيه. ازازه الكلور ديت لتر واحد ب 27 جنيه. جبنا 4 صابونات اللي هم الانجليش اللي هو الكرتونه الحمراء دي ب 32 جنيه، يعني الواحده ب 8 جنيه. وجبت معايا ملح لغساله الاطباق، رغم ان بستعمل لها الاقراص بيبقى فيها الزيت والملح والمسحوق، بس برضو بتحتاجي تحطي ملح في التانك بتاعها بحيث ان انت تحافظي على الغساله من الترسبات والصدى، ان هي تشتغل معاكي بكفاءه عاليه لفتره طويله وتقعد معاكي سنين كتير. جبت بقى كرتونه البيض دي ب 68 جنيه. اول ما شفت كرتونه البيض ب 68 جنيه ما ترددتش طبعا ان انا اجيبها، لان عارفين ان البيض من اساسيات التلاجة، وكان جه الفتره اللي فاتت غلي جدا. انما عندنا هنا في المنطقه كانت وصلت الكرتونه ل 85 وال 90 جنيه، وفي اماكن تاني وصلت ل 100 جنيه. بس انا اول ما شفتها هنا ب 68 جنيه طبعا جبتها على طول عشان تبقى موجوده معايا في التلاجة، بتنفع معاكي بقى تدخليها في فطار، بتدخليها في عشاء، بتنفعك في سندوتشات الولاد بتاعه المدارس، ما بتقولش لا بصراحه. واحنا عارفين ان البيض والجبن والالبان والحاجات دي بتبقى من اساسيات التلاجة موجوده معاكي. اول ما جبت الكرتونه كده بقى نديت كده فوطه بشويه خل وبدات ان انا امسحها كده وانضفها من كل حاجه موجوده عليها قبل ما ادخلها التلاجة معايا. هنا بقى عندي شويه مواعين كده كنت غسلاهم من امبارح بالليل، حطاهم على الصفايه كانوا اتصفوا معايا، فهنضف فراخ معايا على الحوض. طبعا قبل ما بنضف فراخ او سمك او اي حاجه عارفه ان هي هتزفر الحوض معايا، بشيل على طول المواعين اللي انا غسلاها برصصها في مكانها بحيث انها تفضل نظيفه ومتشاله نظيفه. وبرده بشيل الصفايه خالص من على الحوض، لان انتوا عارفين طبعا في كل مره بغسل فيها المواعين بدي الصفايه شطفه كده بسيطه، بحيث ان هي ما تبقاش زفره معايا برده، لاني بحط عليها الحاجه النظيفه معايا. انا هنا بقى جايبه 3 فرخات كده معايا زي ما انتوا شايفين، الفرخه فوق ال2.5، هي من 2.5 واكتر. انا بحب الفراخ اللي هي تكون كبيره في الوزن بتاعها بصراحه. فبدات ان انا بقى جبت المسن وسن السكينه كده زي ما انتوا شايفين، عشان السكينه تكون حاميه معايا تسهل عليا تقطيع الفراخ، ما تاخدش معايا وقت في التقطيع، وتبقى السكينه كويسه معايا. انا جايبه المسن عندي في البيت بينفعني جدا بصراحه، قبل ما بشتغل كده في المطبخ واحس ان انا محتاجه السكاكين تتسني معايا بس انها على طول بالمسن اللي عندي. طبعا الفرخه كده هقطعها على 5 قطع، انا جايباها فرخه كبيره عشان بقطعهم على 5 قطع يكون النايب بتاعها كده محترم. فبجيب الوركين بقطعهم لوحديهم، وبفصل الضوافر خالص بتاعه الفراخ دي برميها، وابدا بقى كده اقطع معايا الصدر على 3 حتت. بفصل الحته اللي هي عند الضلوع لوحدها كده دي تبقى نايب، وطبعا اللي هو الجزء التاني بقسمه نصين كده بيبقى برده كل جزء فيه نايب. انا برده الجلد اللي هو حوالين الرقبه ده انا ما بحبوش خالص، بفصله خالص من الفرخه وبنرميه برده معانا، بتبقى الرقبه كده من غير جلد موجوده معايا. وببدا بقى بصي هقسمها نصين، يبقى كده الفرخه اتقطعت معايا ل5 قطع كده موجوده معانا. احنا طبعا 5 افراد، لو هعمل الفرخه على بعضها مش هشيل حاجه، بيبقى كل واحد فينا ليه قطعه واحده او ليه نايب واحد. هبدا بقى ان طبعا دلوقتي كده جايبه ال3، فمش هعمل الا وراك بس، لان انتوا عارفين طبعا احنا بنحب الوراك افضل. فهعمل بقى المره دي الوراك بس، وهشيل الصدور تبقى موجوده معانا في الفريزر. طبعا كده هنبقى غسلينها وشاطفينهم خلينها زي الفل معانا، بحيث ان انا هطلعها استعمال على طول كده معاكي لو انت هتنقعها في شويه ملح وليمون وخلاص على كده. وهبدأ ان انا انضف بقى الزلال اللي موجود ما بين الجلد وما بين النساير اللحم بتاع الفراخ، لان طبعا الزلال دوت بيبقى بيعمل معايا كده ريم في الشوربه. هبدأ ابص في الفراخ كلها ان كان فيها بقى ريشه، فيها اي حاجه عايزه تتنضف. وطبعا لما بتفصلي الفرخه عن بعضها بتعرفي توصلي لكل جزء موجود فيها، يعني الفشه اللي عند الرئه ديت اللي هي بتبقى موجوده عند الضلوع بتشيليها، اي بقى حاجه الغدد الصغننه اللي بتبقى عند الرقبه، كل الحاجات دي بتبدأي تشيليها بحيث ان هي ما بتعملش معاكي زفاره لما تيجي تعملي الاكل معاكي. الكبد والقوانص انا هديهم شطفه، لقيتهم زي الفل، والقلوب معاهم هديهم برده شطفه، بس هشيلهم في كيس كده واركنهم معايا على جنب في الفريزر، مش هعملهم، بحيث ان انا في مره ممكن اجيب كيلو كبد وقوانص ونطلع معانا الكبد والقوانص اللي احنا شايلينها نعملها ببصل وفلفل كده، وتبقى ايه اكله بسيطه قدام شويه مكرونه او جنب رز ابيض، او اللي هتعملي عيش بجرجير وطحينه حسب ما انت تحبي وحسب ما انت بقى زهقتي وانت عايزه الاكل يكون ايه معاكي. الطريقه اللي زهقتي منها
منها بتجددي بقى في طريقه تانية كده معاكي. انا الصدور هشيل كل 3 قطع كده معايا في كيس واحطهم معايا في الفريزر، زي ما قلت لكم هيبقوا جاهزين معايا في الفريزر لاي وقت تعملي ابقى مقطعاهم ومجهزاهم ومنضفاهم، بحيث ان انا بقى هطلعهم كيس 2 3. هشوف بقى ساعتها الوضع هيبقى ماشي معانا ازاي، وتقسيمتك دي بقى لبيتك دي انت حره فيها براحتك، تقدري تقسميها زي ما انت عايزه. لقيت هنا قلب موجود معايا، فتحت كيس الكبد والقوانص حطيته معانا، لان انا بحب اكله الكبد والقوانص دي تبقى لوحدها. ما بحبش ان هي تكون موجوده معانا كده في قلب السليق. هي حلوه بس بقول ان احنا نوفر بيها اكله. انا هنا حطيت شويه ميه نظيفه زي ما انتم ما شفتوا، وشويه ملح فيهم، وعصرت كده ليمونه ونص كانوا عندي في التلاجة، ونقعت فيهم الوراك كده شويه على ما كنت بغسل شويه رز، وكنت بحضر خلطه محشي هتشوفوها معايا كمان شويه. هنعمل محشي اول مره اعمله معاكم، لان في ناس كتير قوي متعرفش المحشي اللي احنا هنعمله دوت. وهنشوف مع بعض طريقته انا بعمله ازاي. بس طبعا قبل ما ابتدي في اي حاجه خالص كده حطيت الفراخ كده على النار، وكنت في الوقت ده مجهزه قبليها بيوم، مجهزه تسبيكه المحشي ومقطعه الخضره ومجهزه اصلا حاجتي قبليها بيوم، فهي مجرد على التطبيق بس اللي احنا هنعمله. قلت قبل ما ابتدي بقى في عمايل المحشي ونظفر دنيتنا كده، الحاجه اللي انا نضفت فيها الفراخ اول باول كده نصبنها تصبينه محترمه هي والحوض والسكينه، عشان تبقى حاجتك كلها نظيفه. ما تسيبيش بقى كده ديل وراكي لزفاره او لاي حاجه، لا تبقى على طول اول باول كده خلصت منها. اللي هشطفه هحط على الصفايه كده عندي على جنب، وهبدا اغسل الحوض واغسل معايا الحيطه، وهدي برده شطفه للصفايه لما اجي ارجعها تاني على الحوض كده معايا، بحيث ان مبقاش في ريحه زفاره تماما معاكي في المطبخ، ويبقى مطبخك نضيف وزي الفل. الاطباق كلها اللي احنا استعملناها، استعملت 3 اطباق، طبقين للفراخ وطبق للرز غسلت فيه الرز ان انا اجهزه لخلطه المحشي معايا على جنب. وهصبن بقى دنيتي، كل اللي استعملته ده في الوقت ده هصبنه بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده، نخلي الدنيا كده بترغي معانا كده زي الفل. وطبعا الفيبه انا مستعملاه بريحه الليمون، فريحه الليمون بصراحه قضت خالص على اي ريحه زفاره موجوده، وبتديكي ريحه انتعاش بصراحه كده جميله في الحوض، وبتبقي شم ريحه طيبه كده وانتي بتغسلي بالفيبه بصراحه بريحه الليمون ده. بصوا هنا كده خلاص هنشطف الدنيا شطفه تمام زي ما انتوا شفتوا معانا، والحيطان برضو هشطفها معايا شطفه تمام، مش هنخلي فيه اثر لاي حاجه كده موجوده معاكي. طبعا اللي انت نضفتيه شلتيه في الفريزر، واللي انت نقعتيه كده في محلول على جنب هو ده اللي عملناه خلاص. حطيناه في الشوربه بتاعتنا بقى بالتوابل والحاجه بتاعتنا اللي انت بتحطيها، وبتبقى كده معاكي الدنيا تمام وزي الفل. طبعا كده خلاص هحط برضو الصفايه زي ما قلت لكم، هبدا اشطف الحاجه من عليها تاني واديها كده شطفه كده بسيطه، وابدا اركن الحاجه على جنب بنظافه كده وبراحه كده نفسيه، ان انت عارفه ان انت خلاص حاجتك خلصتيها. والحوض طبعا انتوا عارفين ان انا بحب انزل الميه من عليه وبحب اديله تنشيفه، والله يا جماعه بتفرق جامد التنشيفه بتاعه الحوض من الميه اللي عليه دي، لانها بتعمل بقع وبصمات عليه، بتدي لمعه للحوض جميله جدا. عودي نفسك بعد ما تخلصي اي شغلانه، حتى لو هتستعملي الحوض كمان ساعه او حاجه مش مشكله ان انت تديله تنشيفه، بصراحه بيبقى حاجه كده بتلمع معاكي وبيبقى زي الفل. تعالوا بقى الاكل اللي احنا هنعملها مع بعضنا دي، هنعمل مع بعض الخس، محشي ورق الخس. في ناس كتير جدا ما تعرفوش في مصر او بره مصر، ما تعرفش ان محشي، في ناس بتعرف بس الاغلبيه ما يعرفش ان ورق الخس ممكن تحشيه وبيبقى طعمه جميل جدا معاكي. انا بجيب الخس كده معايا، انا جبت ال4 خصات دول ب10 جنيه، وكنت جايبه 4 خصات قبليهم ب5 جنيه، على حسب بقى المكان اللي انت اشتريتي منهم، بس انا كنت شاريها دول من مكان ودول من مكان تاني خالص. بجيب الخس كده معايا، ببدا اشيل عود عود، انا بحب اشيل عود عود، في ناس بتحب تخصصه عادي وهي على الخصايه سليمه بحالها، انا لا يعني حبيت ان انا اشيل عود عود معايا، وابدا اخصص جزء من الشمال وجزء من اليمين كده بالطول زي ما هي، عشان تعرفي تلفيها يا سمبوسه يا حجاب يا مثلث، حسب بقى الكلمه اللي انت بتحبي تقوليها عليها. هيبقى كلهم معايا زي السمبوسه كده او زي المثلثات كده معايا، بيبقى شكله حلو جدا معاكي في قلب الحله اللي انت هتحشي فيها. الطريقه دي بقى بتاعت ماما، كانت تحب تسيب الخصايه زي ما هي سليمه وتشيلي الورقه كده، بس في الاخر كنا بنقعد نقسم وبنقطع ورق من هنا ومن هنا، فانا من الاول كده بقطع الورق ده كده وبشيله على جنب، طبعا ما برموهوش، بديه هنا في جيراني عندهم فراخ وطيور وكلام من دوت، طبعا اي بواقي اكل او اي حاجه زي كده ببعتها لهم، عشان حرام بستحرم ان انا ارميها، وطبعا الجار للجار. كل الناس طبعا مش بتحبلك الخير، كل الناس مش بتبقى بتعمل معاكي كده، لان انا اعرف ناس ممكن ترمي الحاجه عادي وتقولك لا خساره فيهم ان انت تديهم لجيرانك، بس احنا الرسول وصانا على جيراننا.
فانا هنا بصوا الخس بقى يا امارات كده عملته كده، بصوا واحده واحده كده بعمله، ما بياخدش معاكي وقت خالص خالص خالص. اما باجي بقى بحشيه ازاي؟ في ناس بتحب تحطه في ميه سخنه، وفي ناس بتديله كده سلقه على النار خفيفه خالص زي ورق العنب او الكرنب والكلام من ده. طبعا بيتهري معانا وبيدبل معانا كتير جدا. فلا احنا ماما معودانا كده، ربنا يديها الصحه. بصوا انا طمعت في الوحدايه دي لقيت ورقتها عريضه، فرحت جايباها مرجعها تاني واخداها. الاربع خصات كده عملوا معايا شويه حلوين. هقول لكم دلوقتي احنا بنعمله ازاي. بصوا دول الكميه ما شاء الله هيحشوا معايا حله ما شاء الله جميله. هنا بقى دي الطريقه اللي ماما معودانا عليها. شويه ميه كده عاديين من الحنفيه خالص، ولا سخنين ولا اي حاجه. بتحطي معاهم معلقه ملح او معلقه ونص كبيره، وبتبداي تشطفي الخس كده شطفه من التراب اللي فيه او اي حاجه، وتبداي تحطيه في الميه ام ملح دي. الميه ام ملح دي بتدبله جامد جدا معاكي. انا لو تلاحظوا ما حطيتش الكميه كلها مره واحده، انا قسمت الكميه على مرتين بحيث ان الورق ما يقعدش معايا فتره طويله في الميه ام ملح ويدبل ويتهري معايا ومبقاش عارفه امسكه احشيه. فهنا بصوا برضو بوريكم ان في يعني جنب بيلمع وفي جزء لا تلاقيه بهتان كده شويه. فالجزء اللي بيلمع هو اللي اخليه كده من بره، وببدا اعملها مثلث على مثلث. بتبقى طريقه سهله جدا وبتبقى معايا بالشكل ده في الاخر. بتشهي وبصراحه بتعجب الولاد، وكانوا هم اصلا لما بعمل محشي ورق كرنب واعمل لهم المثلثات دي بيتخانقوا عليها. فطبعا المحشي الخاص بيبقى كله مثلثات فمحدش بيتخانق عليه. طبعا طريقه سهله جدا، بس انت ايدك بس تاخد عليها. انا هنا برضه بوريكم ان الحته البهتانه دي كده لجوه واللي بتلمع كده لبره زي الكرنب وزي ورق العنب والكلام من دوت، وبيبقى معاكي كده شكلها النهائي كده. بتبقى جميله وبتسويها طبعا زيها زي اي محشي خالص. وورق الخاص بيستوي معاكي بكل سهوله. الميه ام ملح دي بتدبله شويه، وطبعا لما بتحطيه على النار وبتغليه بيستوي معاكي بكل سهوله وبيبقى زي الفل كده معاكي. وابقى كده بصوا سويت الحله كده معايا، وبصوا ما فيهوش صابع ني، لا كله ما شاء الله مستوي. وهو ورق الخاص ما يعني ما من اقل حاجه بيستوي معاكي، ما بياخدش سوا ان انت تقلقي ان هو ما بيستويش ولازم تحطيه في ميه سخنه. احنا عمرنا ما حطيناه في ميه سخنه، على طول كده بنعمله في الميه المملحه وبيطلع معانا جميل جدا. وبكده ابقى خلصت لهم كده غداهم ولميت دنيتي. وعايزاكم ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم.